مرحبا واهلا وسهلا بكم قناة مطبخي الصغير. فيديو اليوم خلينا نحضر نوع من البسكويت مقرمش وشهي جدا، وطريقة الاعداد سهلة، فخليكم ويانا لنهاية الفيديو ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا عجبكم رجاء لا تنسون الدعم والتشجيع للقناة. لتحضير البسكويت نحتاج كوبين من الطحين، ضفت له نص ملعقة صغيرة من البيكنج باودر ونص ملعقة صغيرة من الملح، ونحرك. هاي بالعجانة خليت بيضتين تكون بدرجة حرارة الغرفة، وضفت له ربع كوب من الزيت وثلاثة ارباع الكوب من الشكر ورشة فانيليا وملعقة صغيرة من برش البرتقال. نشغل العجانة إلى أن تختلط المواد. بعد أن اختلطت المواد ضفت الطحين ونستمر بالعجن، وكل شوية ننزل العجين من الحواف، ننزله حتى ينعجن بشكل جيد. نحركه بهاي الطريقة ويكون العجين نوعا ما قاسي، ما يكون طري. نستمر بالعجن. هاي العجينة صارت جاهزة، شوفوها شلون قاسية، تكون نوعا ما بس متماسكة. بعدها ضفت نص كوب من الفستق الحلبي ونص كوب من الكشمش أو الزبيب، ونستمر بالعجن حتى تختلط المواد في دقيقة دقيقتين. وهاي العجينة صارت جاهزة. نوقف العجانة. ورا ما صارت العجينة جاهزة نبدي نفتحها بصينية للفرن بيها قطعة من ورق البارشمنت، وهاي عندي شوية طحين. نمسح ايدنا بالطحين حتى نقدر نوزع العجين بشكل جيد بلا ما يلزق بالايد. نفتحها بشكل طولي، كل ما شفناها تلزق نمسح ايدنا شوية بالطحين بهاي الطريقة الى ان نفرد العجينة كلها. هنا كملت فتح العجينة. نعدل النهايات حتى تكون بشكل متساوي، وانا مشغلة الفرن على حرارة 350 فرنهايت 180 مئوية، ونخليها بالرف الوسط، وتاخذ وقت 25 الى 30 دقيقة. هاي بعد 30 دقيقة طلعتها من الاوفن، شوفي بعدها طرية نوعا ما، فنتركها 10 دقائق الى ان تبرد، وبعدها نبدي نقطعها. هاي بعد مرور 10 دقائق نبدي بالتقطيع، ونحاول نقطعها كلها بشكل متساوي، والسكينة تكون شوية حادة حتى تنقطع بسهولة. نقيسها بهذا الشكل ونقطع. ورا ما كملنا التقطيع نقلبها على الجهة الثانية حتى تتحمر من كل الجهات، تاخذ لون حلو، تصير مقرمشة. وهسه راح ارجعها للاوفن فد 10 دقائق اللخ. وهاي البسكوت مالتنا صار جاهز، تحمر من كل الجهات. وهاي هنا عندي كمية من الشوكولات شيبس ذوبتها بالمايكروويف، وهسه نغمر احد النهايات بهذا الشوكولات بهذا الشكل، ونخليه الى ان يتماسك. واذا ما تحبون تقدرون تعوفوه بهذا الشكل كلش طيب، ينكل ويا استكان شاي او فنجان قهوة بلا شوكولات، هم كلش طيب. وهاي اطيب بسكوت ممكن نحضره بالبيت بطريقة جدا اقتصادية وسهلة، وبنفس الوقت كلش طيب، فان شاء الله ينال اعجابكم. يلا عني وصلنا لنهاية فيديو اليوم، رجاء لا تنسون الاشتراك بالقناة والتشجيع بتعليق ولايك. شكرا جزيلا على المتابعة ومع السلامة.